السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا جماعة؟ محمد عمران، أهلا بكم في فيديو. هو فيديو صغير كده على قبل ما أنزل الفيديو. في فيديو جديد هينزل إن شاء الله، يبقى فيديو شرح. لكن قلت أكلمكم عن الشخصية اللي هي تعتبر أبجح أو أكتر شخصية بجحة في أنمي أبطال الكرة. طيب، أنا ما اللي عايز أقوله يعني إن الشخصية ديت أنا كنت تمام معايا، ما فيش معاها اي مشكلة. او اي حد برضو هيتفرج على الدبلجة هيستغرب، يعني اللي هو ليه بقول كده على الشخصية ديت، مع انها يعني اتفرجنا على دبلجة سبيستون ما كانش فيها اي حاجة. بالعكس، الشخصية اللي كانت بجحة لحد كبير وهي شخصية مثلا سمراء. ف يعني طبعا بما ان حضراتكم ما شفتوش سبيس، يعني غير سبيستون ما شفتوش النسخة الأصلية، ودي حاجة كويسة عشان تعرفوا قد ايه سبيستون يعني بتحمينا وبتحمي الجيل الجديد، يعني عشان ما يقعش في أي أفكار غريبة يعني. طيب، شخصية سلمى، أنا طبعا مش هقول لكم رقم الحلقات ولا هقول لكم إيه الموضوع بالظبط. هحاول على قد ما اقدر اني اغمضها عشان محدش يروح يتفرج على الحاجات دي من فضوله وياخد ذنبه يعني. انا هنا بحكي لكم عشان محدش يروح يشوف، يعني انا هنا الفيديو غرضه توعوي بحت. المهم، شخصية سلمى طبعا هي ظهرت تقريبا في نقدر نسميه الجزء التاني او الارك التاني من انمي ابطال الكرة. في اوله بتاع كلية زيبيا، وانضمت لفريق النسور عشان تحاول يعني تنقذ او تعرف اي معلومات عن اختفاء او اختطاف والدها اللي هو المفروض رئيس الوزراء. تمام. انا ما اعرفش الاصل الحكايه بالظبط في النسخه اليابانيه، لاني ما اتفرجتش على الجزء دوت بالياباني غير تقريبا في اخره، تقريبا مش فاكر. المهم، آه بنكمل الاحداث، وبعد كده هي بتنضم لفريق النسور بعد ما بتلعب قصادهم، وبتكون شاكة ان فريق النسور هم تبع اكاديمية زيريا. ولما تتأكد ان هم فريق النسور بتنضم ليهم عشان تحاول تعرف اي معلومات تفيدها. وبعد كده بتكمل وبتنتصر معاهم قصاد فرق أكاديمية زيريا كلها. دي باختصار كده قصة يعني سلمى الرئيسية يعني. وهتظهر بعد كده في الجزء التالت يعني كظهور ديفيد شرف، يعني ما كانش أحداث قوي. لكن القصد إن ليه بقول بقى إن سلمى تعتبر أكتر شخصية بجحة، نقدر نقول عليها بجحة في أنمي أبطال الكرة. باختصار لأن هي في النسخة اليابانية ممكن يكون الموضوع عادي بالنسبة لهم كأطفال، بس هي فعلا شخصية غريبة. وشخصية حتى الشخصيات التانية كانت مستغربة من أفعالها الصبيانية، وإن هي بتتعامل مع الشباب إن هي كأنها زيهم ولد، يعني كأنها زيهم ولد. يعني شفنا مشهد زيه قبل كده إيه، بصورة بسيطة لما كانت روان مثلا. آه، مش عايز اقول المشهد يعني، بس يعني ممكن تكون الناس فهمت الموقف، يعني في انمي ابطال الكرة في فرسان الزمن. يعني كانت المفروض ان هو مشهد كوميدي، لكن طبعا ما كانش صح ان هو يتضاف، لان ما كانش فيه حاجة، لكن كان فيه بعض الايحاءات الصغيرة كده. المهم، سلمى تعتبر يعني شخصية. أولا هي كانت معجبة بشخصية عامر، زي ما اعرفش نعرفه ولا لأ أو تعرفه ولا لأ. هي كانت معجبة بشخصية عامر، ولما البنات اللي معاها سألوها ولاحظوا الموضوع دوت زي نرجس واسمها كوثر ومنى، قالت لهم أنا بعتبر عامر عادي، بحبه كصديق فريق مش أكتر ولا أقل. المهم، اعتقد الحتة دي ما ظهرتش في قناة سبيستون. في مشهد من المشاهد ان هي اول ما اتقابلوا تقريبا كان قالوا ان الشباب
هيروحوا يعني يناموا في المكان بتاعهم جوه العربية، والبنات كانوا عاملين لهم خيم مخصصة. الشباب كانوا طالعين على العربية، وسلمى بغرابة جدا كانت رايحة مع الشباب يعني. بس البنات مسكوها كنوع من الدعابة وكده ودخلوها في المكان النوم بتاعهم. في مشهد تاني ما اتعرضش في سبيستون، وهو كان لعيبة فريق النسور يعني في غرفة تبديل أو في مكان تبديل الملابس، وكانوا تقريبا بعد ما اتدربوا حاجة زي كده. ف تملكة سبيستون جابتها، ما جابتش المشهد قوي، بس هي كانت جاية قالت لهم إن تقريبا المدربة رجاء عايزاهم أو حاجة زي كده. المشهد في الحقيقة، ويعني أنا مش عارف ازاي هقوله يعني، إن أعضاء الفريق كانوا هيعملوا نوع من الريلاكسيشن، إن هم يعني يفكوا عضلاتهم، فكانوا هيروحوا لل للمكان اللي هو المسبح عشان يفكوا عضلاتهم. والغريب إن سلمى راحت وهي طلبت منهم إن هم كلهم يروحوا في المكان دوت مع بعض. استغفر الله العظيم يعني. فاللعيبة اتصدموا، لكن في الأول وفي الآخر أنا معرفش هم اتصدموا عشان قالت لهم كده، ولا عشان هي اساسا فتحت الباب عليهم وهم كانوا لسه في مرحلة تبديل الملابس يعني. فطبعا في اليابان الموضوع ده بالنسبة لهم عادي، وحتى المشهد اتعرض على فكرة في النسخة اليابانية بتاع السباحة. كانت الأعضاء بتاعت فريق النسور هم كأطفال ماشي تمام، بس إن هو مسبح مشترك وكده يعني. بس كان المنظر غريب إنهم كلهم كانوا لابسين زي السباحة وكده يعني، وقاعدين بيلعبوا بقى كأطفال بقى أبرياء مع بعض في المسبح. لكن يعني تصرفات سلمى على فكرة في مشهد أخير بعد ما فريق النسور كسب كأس العالم. مش هقدر أقول سلمى عملت إيه، لكن هي حاجة أحرجت كل اللي حواليها، وأحرجت عامر جدا بالموقف اللي عملته يعني بعد انتصارهم بكأس العالم. وكان موقف غريب طبعا، وطبعا أكيد سبيس تون معرضتش الموقف دوت. فعشان كده بقول يعني هي سمراء ممكن تكون بجحة شوية، لكن يعني ما هياش بالشكل اللي هو سلمى فيه، اللي هي اللي هو بجاحة بإيه بفعل. هي سمراء اخرها تقول لك حبيبي ومش عارف ايه وزوجي والكلام العبيط ده، لكن يعني ما وصلتش لمرحلتها زي سلمى. فبس يعني هو الفيديو عشان انبهكم الناس اللي تشوف سبيستون بتعمل مجهود قد ايه عشان بجد تحمي اولادنا وتحمينا يعني، من يعني ان احنا نشوف الكلام ده من الاخر يعني، او اي حاجة غلط وكده، او عادات ممكن حد يقلدها من الناس الصغيرة اللي بتبقاش لسه عارفة أو بتكتشف لسه الدنيا من أولها. ف بس ده باختصار الفيديو عن شخصية سلمى. قولولي كنت تعرفوا المعلومات ديت ولا لأ، وإيه رأيكم في الشخصية يعني، وهل تستحق إن أنا أقول عليها الكلام يعني هي تبقى فعلا أسوأ شخصية بنت ظهرت في الأنمي، ولا آه، برأيكم في شخصية تانية تستحق تبقى أسوأ منها؟